أهلا بكم. سارع محمد غيات النائب البرلماني عن دائرة سطات إلى مساءلة نزار بركة وزير التجهيز والماء حول أزمة الماء في عاصمة شاوية وتعطل تزود بهذه المادة الحيوية. وسأل غيات الوزير بركة حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته لمعالجة الانقطاعات المتكررة لخدمة تزود بالماء إقليم سطات. وذكر غيات في سؤال آني بأن عدد من العمارات والأحياء السكنية في مدينة سطات عرفت انقطاعات مفاجئة لخدمة تزود بالماء الشروب. وأضاف أن هذه الأزمة تأتي في وقت قلص فيه المكتب الوطني للماء والكهرباء نسبة تغطية جماعات إقليم سطات بالماء الصالح للشرب إلى عتبة 66%. وأشادت فعاليات مدنية في عاصمة شاوية بالتفاعل السريع لابن سطات البرلماني غيات مع نداءات المتضررين من الانقطاع الكلي أو الجزئي المفاجئ لخدمة تزود بالماء. كما نوه البعض منهم بتدخل غيات على مستوى السلطات المحلية وكذا المكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من معاناة الساكنة. وبالمقابل غاب عن مشهد ترافع ساكنة سطات في أزمتها مع الماء الشروب عدد من الوجوه السياسية التي كانت تنتمي إلى الحزب الذي قاد الحكومتين السابقتين إلى تعطيل مشاريع الماء حتى حلت الأزمة في ربوع الوطن. وفشلت الوزارات الوصية على قطاع الماء خلال حكومتي بن كيران والعثماني في التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطني للماء ومنها مشاريع تحلية مياه البحر. وبادرت حكومة عزيز أخنوش إلى إصلاح أعطاب حكومتي البيجيدي على مستوى الماء من خلال إطلاق مشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر والتي من بينها محطة دار البيضاء التي ستغطي حاجات الجهة من هذه المادة الحيوية بما فيها إقليم سطات.